متابعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عواشر مبروكة، ونتمنى ان شاء الله يدخل عليكم هذا الشهر الكريم بالصحة والعافية وبالرزق الوافر ان شاء الله. واليوم غادي نقدم لكم البريوات مالحين، وخليكم مع المقادير. في المقادير غادي نديرو هادشي اللي غادي يكون في الحشوة. كاين هنا عندنا الشعرية الصينية، كاين لا داند او لا دجاج، صدر ديال الدجاج كفته. كاين البصله مشلضه في الهاشوار، عندنا القزبر ومعدنوس، شويه ديال الثومه. كاين هنايا الخرقوم، سكينجبير، شويه ديال الملح، نص ضامه ديال البنه ديال الدجاج. كاين الفرماج هنايا. المهم على كل واحد على حسب اللي بغى يدير. كاين عندنا الزيتون، عندنا هنا خيزو محكوكه هي والفلفله راهم مجمدين، كانوا عندي في المجمد. الاخوات الحشوه على حساب كل واحد، داكشي على المقدور ديال اي واحد. كل واحد كاين اللي بغى يكثر الحوايج، كاين اللي بغى يدير مع قليله، كل واحد واش غادي يدير. ناخذ المقله ديالنا الاخوات ونديروا فيها الزيت ونخليوها تسخن شويه فوق البوطه. من بعد نزيد عليها البصله اللي كنا مشلضينها. كل واحد يدير البصله، المهم اي حاجه على حسب. انا مابغيتش نعطيكم المقادير، ولا كل واحد يدير داكشي اللي جهدو. هذه غير باش غير تعميره باش نعمروهم. كل واحد جهدو. كاين اللي يدير غير الخضره كاع، ما كيديرش يعني لا دجاج لا حتى شي حاجه. كل واحد على حسب المقدور دياله وعلى حسب الجهد دياله. ماشي كاع راه الناس بحال بحال، راه كل واحد على من قدر. يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها، كل واحد يدير داكشي اللي قدر عليه. نخليو ديك البصله تقلى فوق النار، نبقى نقلبوها هكا، نقلبوها مزيان 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 حتى نحسوا بها شويه طاحت. غنزيدو عليها هنايا نزيدو عليها خيزو محكوك حتى هو كذلك. نزيدو الفلفله. كانت عندي فلفله حمراء، انا كان عندي يعني هكا كيكونوا في الثلاجه. بعض المرات كان نحكهم ولا نقطعهم من كيكونوا بزاف ونخليهم في الكونجيلاتور تما. نحتاجهم وين نبغي نديرهم شي حاجه كنجبدهم. نخليهم كذلك حتى هما فوق النار يتشحروا شويه مع البصله. نخلطهم مزيان، نخلطوهم حتى يتجانسوا مع بعضياتهم. نزيدو الثومه حتى كل واحد على حسب ما بغى يدير. الثومه كاين اللي بغى يكثر الثومه، كاين اللي ما كتعجبوش الثومه بزاف، على حساب الريحه ديالها. كل واحد على حسب مقدورو يدير. نزيدو عليها داكشي العطريه، البزار اللي درناه، الخرقوم، الزعفران. المهم شويه الملح، واحد نص ضامه ديال الدجاج، كنور ديال الدجاج. ونخلطو عاوتاني كذلك مزيان. نخلطوهم ونخليهم فوق النار حتى هما يتجانسوا مع بعضياتهم. من بعد نزيدو عليهم الكفته ديال الصدر ديال الدجاج او لا البيبي. انا درت هنا لادان، الكفته ديال لادان. ونخلطو مزيان كما قلت لكم. كل حاجه على حسب المقدور ديالكم، ماشي يعني الشرط على بنادم يدير الحاجه بزاف ولا ما يديرش. نزيدو القزبر والمعدنوس. نخلطو مزيان كذلك، نخلطو مليح. نزيدو الزيتون، نخلطوهم ينسجموا مع بعضياتهم. ومن بعد غادي نزيدو الشعريه الصينيه. الشعريه الصينيه هي ديك اللي بغى يدير الشعريه الصينيه اللي مزيانه يشري ديال الروز، ماشي ديك العاديه. راه كاينه واحده ديال الروز هي اللي زينه. قطعوها بالمقص، ما تجيش هكا طويل. نخلطو مزيان 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 حتى يتجانسوا لنا مزيان. ونخليوهم فوق النار حتى نحسوا بهم صافي، يعني ولاو صافي راهم طابوا ولاو مزيان المذاق ديالهم. نزيدوا الفرماج ونخلطوا مزيان. ومن بعد نحطوا داكشي ونخليوه في واحد البلاصه يبقى يبرد. خليوه حتى يبرد مزيان، عاد نعمروا به باش ما يبقاش يقطع لنا الورقه. لحقاش الا عمرنا به هو سخون تقطع الورقه. زيدوا الفرماج، بغيتو ديروا المربع ولا دوك القطع نتاع
المهم فرماج كيما بغا، يا مربعات يا قطع، يا المهم داكشي اللي كان عندك موجود ديريه. وان شاء الله نتمنى باش يكون هذا رمضان ديال ماشي غير ديال الاكل وديال، يكون حتى ديال شويه ديال العباده وديال الصلاه وديال القران وديال، نتمنى ان شاء الله ربي يقدرنا على صيام رمضان ويعطينا الصحيحه ولينا وليكم الاخوه والاخوات كاملين. نخليو هادشي يطيب مزيان ومن بعد نحطوه في واحد البلايصه نخليوه يبرد باش ما نديروش هكاك سخون فوق الورقه، راه تقطع الا درنا فوقها سخون. ومن بعد غادي نوليو ان شاء الله من يبرد هادشي وغادي نتلاقاو من بعد.